قائمة أفضل الأفلام المصرية الكوميدية من بداية الألفينات. احنا عملنا قائمة بالأفلام ديت من وجهة نظري، فهنشوفها في الحلقة دي، فيلا بينا. السلام عليكم وأهلا بيكم في حلقة جديدة. هنتكلم عن آخر الأخبار في السينما، إيه الأفلام اللي هتنزل الفترة الجاية سواء في العيد أو في الصيف، وعملنا قائمة لأفضل الأفلام الكوميدية بمناسبة بقى الأجازات اللي جاية. فأنت من وجهة نظري عامل قائمة كده أفضل الأفلام الكوميدية المصرية من بداية الألفينات، من بداية 2000 حتى الآن 2025. فدي من القائمة دي من وجهة نظري، واستعنت بالبابا سيرج جي بي تي، هو برضه يقول رأيه في الأفلام ديت. فهو كان متفق معايا بعض الأفلام، وباقي الأفلام ما يعرفش عنها حاجة. وطبعا كان في عنده أخطاء في النجوم، يعني في أخطاء طبعا في ال AI اللي هو تشات جي بي تي. فهنشوف ده في الحلقة دي، فيلا بينا. طبعا في البداية دي طبعا الأفلام اللي نازلة في العيد الكبير احنا اتكلمنا عليها الحلقة اللي فاتت. في افلام احتمال تنزل في العيد الكبير زي فيلم من بطولة محمد هنيدي ومنى زكي، فيلم الجواهرجي. ده متصور بقاله فترة وخلص تقريبا المونتاج بتاعه، يعني خلاص انتهى. وممكن ينزل في العيد الكبير في اجازة العيد الكبير، وهينافس باقي الافلام اللي نازلة في العيد الكبير. عندنا برضو الفيلم العالمي اللي خلص تصويره وانتهى التصوير بتاعه، اللي هو فيلم ذا سيفن دوجز، اللي من انتاج هيئة الترفيه وانتاج المخرج العالمي بتاع باد بويز. الفيلم ده برضه منتهى التصوير وممكن ينزل في العيد الكبير برضه. عندنا آخر خبر بقى من أبطال فيلم ذا باد بويز، اللي هو فيلم من بطولة كريم عبد العزيز وأحمد عز. أحمد عز كان بيجهز فيلم فرقة موت، والفيلم ده كان المفروض ينزل في فترة العيد، بس اتأجل تصويره لظروف كنا قايلين قبل كده، وهيكمل تصوير الفيلم في بداية شهر 5. آخر خبر بقى معانا اللي هو فيلم فيلم درويش من بطولة عمرو يوسف، ومعاه مجموعة من النجوم بقى، دينا الشربيني وطارق عماد من أبطال الفيلم بتاعه. الفيلم ده هينزل يوم 17 يوليو، ده في أجازة الصيف، يعني 17/7 نازل في أجازة الصيف. ففيلم جديد وهم حاليا بيصوروا الفيلم ده. فدي كانت الأفلام اللي احنا بنتكلم عليها. طبعا الفترة الجاية في أفلام كتير أجنبية هتنزل إن شاء الله. قبلها بفترة هنتكلم عليها هتنزل إمتى في السينمات. في سلسلة أفلام كتيرة أجنبية نازلة. بس السنة دي في إنتاج كتير من الأفلام، إنتاج ضخم بعد التوقف طبعا من فترة كورونا والسنين اللي فاتت. بقى إنتاج الأفلام زاد الفترة دي، بالذات دي السنة دي بالذات زاد فيها. هنتكلم بقى ندخل في قائمة أفضل الأفلام المصرية الكوميدية من بداية الألفينات. ودي القائمة دي من وجهة نظري أول فيلم معايا هو فيلم الناظر، اللي من بطولة طبعا علاء ولي الدين ومجموعة من النجوم الصاعدين، اللي هو كان نجم محمد سعد وأحمد حلمي، ومعاهم طبعا النجم القدير الكبير حسن حسني، ومعاهم طبعا مجموعة من النجوم التانيين. فيلم الناظر ده نزل سنة 2000، يعني من بداية كده بسم الله الرحمن الرحيم. بقول لك من الفيلم ده من إخراج المخرج الكبير شريف عرفة، ودي من بصمات شريف عرفة في السينما المصرية. تاني فيلم معانا هو طبعا فيلم الليمبي. الشخصية دي اتقدمت في فيلم الناظر، بس بعد كده عملوا سنة 2002 نزل محمد سعد في فيلم الليمبي، طبعا باستعان من بطولة فيلم حسن حسني اللي قام بدور كبير، وطبعا عبلة كامل اللي هي كانت قايمة بدور أم الليمبي. الفيلم ده برضه من الأفلام الكوميدية في تاريخ السينما المصرية بداية الألفينات، نزل 2002. الفيلم اللي بعده عندنا برضه الفيلم التالت، فيلم التجربة الدنماركية، طبعا بطولة عادل إمام ومجموعة من النجوم الكبار، بس أهمهم كان عادل إمام وأحمد راتب. دول كانوا نجوم الكبار، معاهم بقى مجموعة من نجوم الشباب. الفيلم ده نزل 2003 وكان مكسر الدنيا، ومن الأفلام الكوميدية من وجهة نظري في فترة الألفينات. الفيلم الرابع اللي معانا فيلم فول الصين العظيم. فول الصين العظيم ده نزل 2004 من إخراج شريف عرفة ومن بطولة محمد هنيدي، ومعاه مجموعة من النجوم الكتير. بس برضه الفيلم ده بالنسبة لي فيلم قوي جدا وكوميدي جدا. الفيلم الخامس معانا كان نزل 2005، هو فيلم بوحة. وعندنا لغاية دلوقتي 3 أفلام شارك فيهم الليمبي، سواء 2 من بطولته وفيلم كان بطولة مشتركة طبعا، بس كان النجم الأول علاء ولي الدين، هو فيلم الناظر. كده عنده فيلمين، هو فيلم الليمبي وفيلم بوحة اللي نزل 2005، وبرضه من الأفلام الكوميدية في الألفينيات. الفيلم اللي بعده الفيلم تقريبا كده وصلنا رقم 6، فيلم معلش احنا هنتبهدل. فيلم من بطولة أحمد آدم وشخصية القرموطي اللي كسرت الدنيا. وعمل بعد كده سلسلة أفلام قرموطي أرمط بيتمرمط، والقرموطي على خط النار، وكان في مسلسل قبل كل دول اسمه سر الأرض اللي بانت فيه شخصية القرموطي. فالقرموطي شخصية كاركتر جامد جدا، نجح الشخصيات اللي نجحت كوميدية
لاحمد ادم. واحمد ادم يعني الفيلم بتاعه ده القرموطي قوي جدا. معلش احنا هنتبهدل دي. نزل طبعا الفيلم ده سنة 2005. الفيلم اللي بعده وصلنا تقريبا الفيلم مين السابع كده، فيلم من بطولة أحمد مكي، فيلم لا تراجع ولا استسلام. ده نزل 2010. الفيلم ده كوميدي جدا، بطولة أحمد مكي ودنيا سمير غانم وبطولة ماجد الكدواني ودلال عبد العزيز، فكان مجموعة من النجوم وعزت أبو عوف. فكان فيلم ناجح جدا، فيلم كوميدي جدا. الفيلم اللي بعده فيلم سمير وشهير وبهير، الثلاثي الأنجح اللي هو بقى سواء احمد فهمي هشام ماجد. فيلم سمير وشهير وبهير نزل 2010، بطولة الثلاثي احمد فهمي وهشام ماجد وهشام. الفيلم اللي معانا قبل الاخير اللي هو الفيلم التاسع، فيلم اكس لارج من بطولة احمد حلمي، اللي نزل سنة 2011. بطولة أحمد حلمي ودنيا سمير غانم ومجموعة من النجوم العظيم. طبعا إبراهيم نصر ده كان مكسر الدنيا بالإفيهات بتاعته القوية جدا. كان فيلم كوميدي جدا بصراحة. الفيلم الأخير معانا هو من وجهة نظري فيلم بنك الحظ، اللي نزل 2017 من بطولة محمد ثروت، محمد ممدوح وأكرم حسني. الفيلم ده كان كوميدي جدا وفيلم قوي جدا. الفيلم ده كان من إنتاج طارق العريان، شركة طارق العريان. فالفيلم ده كوميدي جدا وهينزل منه الجزء الثاني، بس مش عارفين لسه هينزل امتى، بس كانوا اعلنوا عن فيه جزء تاني. طبعا احنا دي 10 افلام، في ممكن افلام كتير تضيفوها. انا ممكن من وجهة نظري، بس دي من وجهة نظري دي الافلام الكوميدية اكتر، افلام كوميدية. ممكن في افلام كوميدية تانية بس ما كانتش طول الفيلم. ممكن نضيف افلام طبعا هاني رمزي، زي فيلم مثلا عايز حقي اللي هو نزل 2003، وفيلم محامي خلع اللي نزل سنة 2002. سواء فيلم محامي خلع اللي هو من بطولة هاني رمزي وداليا البحيري ووحيد سيف، فيلم كان مكسر الدنيا طبعا والإفيهات بتاعته الكوميدية. وفيلم عايز حقي طبعا كان فيلم برضه جامد. ممكن نضيف الفيلمين دولت. هو في برضه غبي منه فيه، بس حاسه الكوميديا بتاعته بايخة شوية من وجهة نظري. بس دي من وجهة نظري العشر أفلام اللي أنا قلتهم دولت أكتر أفلام كوميدية في الألفينيات من سنة 2000 حتى 2025. دي من وجهة نظري. اكتب لنا في الكومنتات ايه رايك في القائمه بتاعه الافلام الكوميديه اللي انا اخترتها ديت، وهل تتفق معايا في الافلام ديت، ولو عايز تضيف اكتب لنا في الكومنتات ايه الافلام اللي انت وجهة نظرك كوميديه تضاف في القائمه دي، او تشيلها، تشيل منها افلام وتحط ايه. او اكتب لنا من الاخر رسائل، اكتب لنا 10 افضل 10 افلام كوميديه من وجهه نظرك من بدايه الالفينيات، من بدايه 2000 حتى الان. دي من وجهه نظرك، وهنشوف ان شاء الله رايكم. فبس دي كانت حلقتنا. لو عجبك الحلقه ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب وعلى جرس التنبيه عشان يوصلك كل جديد. انتظروني في حلقه جديده ان شاء الله. ان شاء الله الفتره الجايه يبقى في بقى ايه محتوى افلام، زي ما احنا بنتكلم عن الافلام اللي هتنزل وكده. وان شاء الله في محتوى احنا بنجهز له خاص بقى ايه حاجات ان شاء الله تعجبكم. فبس نشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله. سلام.